السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايين النهاردة بعنوان الفيديو: ليه روبلوكس لعبة غير باقي الألعاب؟ ليه؟ لو احنا جينا نشوف روبلوكس بتتلعب عادي زي باقي الألعاب ونلعب وكده، بس اللي انت مخدتش بالك في روبلوكس ان روبلوكس مش لعبة واحدة. روبلوكس عالم من الألعاب، مش لعبة واحدة. ممكن نفس طريقة الشخصيات، نفس طريقة الكاركتر كده يعني، نفس مثلا اللوجو، لكن فيها كمية من الألعاب يعني ما تتعدش. وروبلوكس عمرها ما كانت لعبة واحدة، دي عدة ألعاب. طب ليه بقى هي مختلفة عن باقي الألعاب؟ برضو معرفناش. انا قلت لك سبب. التاني ده هيكون هو مش زي الاولاني هو اللي اكتر، لكن التاني ده اللي هقوله لكم دلوقتي. روبلوكس ملهاش نهايه. تقولي ملهاش نهايه ازاي؟ كل لعبه ليها نهايه. ما ده بقى الغريب عن باقي الالعاب، ان روبلوكس ملهاش نهايه. طب هتقولي ما انا لعبت مابت مثلا باركور، ما انا ختمت الباركور. انت كده ختمت روبلوكس؟ معلش. ويا عم اصلا انت لو نفسك تختم روبلوكس وهتقول انا هختم كل ماباتها وخلاص، او يا عم تلعبها بنسبة اللي احنا نلعبها، بس برضه مش هتعرف تختمها. ده ازاي بقى؟ في مابات اصلا ملهاش تختيم، ملهاش نهاية. زي يا عم اقول لك ماب مثلا بروك هيفن اي نعم هي مش لعبة تختيم، بس انت برضه لو ما ختمتهاش مش هتبقى ختمت روبلوكس. فاصعب حاجة انك تختم روبلوكس، دي اصعب حاجة في التاريخ. عمرك ما هتعرف تختم روبلوكس. ختمت مابا، انت برضه ما ختمتش روبلوكس. ختمت 200 مابا، بتبقي كذا مابات برضه ما ختمتهاش. يا عم في ناس بقى عشان تعرف اللي انت تبقى مثلا تختم اللعبة، تختم المابات المشهورة، ده الحل الوحيد. لكن انت كده اسمك ما ختمتهاش برضه، بس انت تبقى على الاقل يعتبر ختمت ممكن 20% منها، عشان مابات مشهورة يعني وكده. لان زي ما انتوا شايفين قدامكم على الشاشة، كمية مابات مش طبيعية والعاب. دي مش مابات، دي العاب و... يعني عدد يعني خيالي. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم. باي.